والبارح بالليل حط فاروق ستوري كيقول ان القناه ديالو تحذفات، والسبب اللي عطاتو السيبور ديال يوتيوب غير مقنع بتاتا. السلام عليكم الخوت، خبرت عليكم هذا الفيديو ما كنتش مخطط ليه، جا صدفه من بعد ما كنت كنقلب في ستوريات اللي لقيت في ستوري ديال فاروق كيقول بان القناه راه مشات. في هذا الفيديو غنحاولوا نشوفوا الرساله اللي صيفطاتو ليه اليوتيوب، غنحاولوا نشوفوا ديك الهضره اللي قالت يوتيوب واش مطابقه مع داك المحتوى اللي كيدير فاروق، واش هذا سبب مقنع باش يحذفوا القناه ديالو. اول حاجه هذه 3 ايام ولا 4 ايام ما عقلتش تخترقات القناه ديال فاروق من طرف شي واحد من الهند او روسيا كما قال في الفيديو، ولكن حسن الحظ قدر يرجعها قبل فوات الاوان، حيث انه يلاه البارح خرج بفيديو كيعاود كيفاش وقع عليه هذا الحادث. ودابا السؤال المليون، كيفاش داروا ليها؟ ارجع لكم النقطه اللي قلت لكم انني كنت عاطي دي زاكسي لجوج اديتورات ديالي وديزاينر واش هما يبوستيو من عندهم ملي ساليو شي اديت، مثلا اديتور كي اديتي في ادوب كي اكسبورتيه هو كيطلعوا اليوتيوب. وعاد واش يوتيوب عطيك بزاف لي رول تقدر تعطيهم الناس، تقدر تعطي ريسبونسابل ليكتور اديتور اكسي ليميتي، بزاف د الحوايج. انا شنو عاطيهم؟ كلشي عاطي اديتور اكسي ليميتي اللي كتعني انه ما يقدرش يمسح الفيديوهات، لكن يقدر يدير التايتل المينياتور يابلودي يدير ستريم. المهم ديك الباور اللي شدوها الهاكرز واستغلوها هي اللي عاطيها للاديتور اكسي ليميتي، وهي اللي عاطيها ليزيديتور ديالي. كنت عاطي اكسي ليزيديتور ديالي لا السبب باش شي واحد لا اكسبورت الفيديو هو يطلع في يوتيوب باش مابقاوش اكسبورتي امبورتي كذا وصافي. انا كنسوبرفيزي وكيتلاح الفيديو. كيف ما قلت لكم كنت عاطي اكسي لكاع ليزيديتور ديالي اديتور ليميت. ولكن اختراق القناه ديالو ما عندوش علاقه بالحذف ديالها، حيث انه في ستوري ديالو كتب ان السبب ديال حذف القناه ديالو هو التكلم ديالو على القضيه الفلسطينيه، وهادشي هو السبب باش تحذفت القناه. وهادشي ما شناهش اول مره كيطرح عند فاروق، راه طرح حتى لعند ابو فله ومسحوا له الفيديو ديالو. ولكن الغريب في الامر انه فاروق ما كيحاولش يقول اسرائيل في الفيديوهات ديالو، او لا حتى في الثامنيل ما كيبينش الشعار ديالها، حيت البوت ديال اليوتيوب يقدر يطيح الفيديو. ولكن سوء الحظ استغل انه كيدوي على فلسطين وحذفوه القناه. دابا اجيو نحلوا هاد الهضره اللي قالت يوتيوب الفاروق. المهم هي الصوره تقدروا تقراوها كامله، ولكن انا نعطيكم الاختصار المفيد ديالها. قالوا له بان هذا المحتوى كيشجع الانشطه الغير قانونيه واللي انتهك الارشادات ديال يوتيوب باش يحذفوا له القناه. كل الدعم لخونا فاروق، وكنتمنى ترجع القناه في اقرب وقت. بارطاجيو الفيديو باش كل شيء يفهم البلان. يلا بيس. كتقول لي ميا مور كنقول ليها كارينيا.